هاي ميرون حجاب لنا زي تفردي ناي باليرمون نزلنا بزعبا ناي مدهاني تسمى من درهم مسوقة مدهاني حلو مرقد زبها السمساري السخاء هايلون مدهاني تسمى مريم درها أسيلومو أبزي أبيت فردي أبزي أتعزو إذا كيجي زي يسوق واتسم مسافر رغبا يفكروني بمرة أي بلوت المطرحين أسألنا أنا هاتي زفلت أوتي بلاتات كما يجروا شو أيقونة مغرد خمس قريلة تسوي عمتي نبيت فينا يتلعن بقوم مسألة هذه مالته. واسم مسكيركي. تقبل ما مسلكي؟ لا مقبلن زي كنا زي كل زفلت أو جهود نجار بعلو تسمسارة كمان أنا كوني له مسجد الدنيا كاستزارة بقول لا يصير زخنا سبيتو على زي كنا نسوي أي لا أديون مدهني تسمع مريم لتين هاي دي يعني جيران كان اسمه راز أكل متين كله تي خصائص تي أخبار حدث سجع زي ساعات زي أخلي تعمد أسير هو لازم مسكين قلعة أسيره قبل حادث بتنيا أو أزيد بس قرر نزل كم ساعة كألنا تبيت فردم كم تخطر إيه أنا حكي بتنا أخبار حقي وجاني لأنبر تحقق فرق صعيدة اليوم شو راح يزرعك؟ سلام تاجين كون حفرت تلاقينا سأل الباب لما جمع تاريخ أسير مثل لقي قاسي لنا مس حضرنا يوم ترى شو عرف إنه قالوا نيرون من أنت نيرون أسقيطهم لازم قداي زين كم داي ولا حنتي حجي خطرية أنا كارت حطوتها كارت ملسات كهبوزت أنا حكو كم زقومون داي كون كهجر بخايف تشنو زحت أكمل داي أكمل مش قداي زي الرغبة حطوتها كحطوا يسألني هم حجي فتحوا زي كونه كانت احتفل بهذا اب حدي كل سب معري زبط صحفي هذا لا اعتذر قل انت هنا نرز لنا معرهم زي كونه سو بعلو هذا ملكت يزلوا ما انت زوعلنا يا مالت هو حقك بتفسرني مسل كمان كم يريخ تودي من اسه كم دخل العكا كيج اتيو حدا سب كتر لها quando غدا ندق برسل كم زنات وقبلني هماني مقابل نشتاق بيو كم سفر لها أي كابتور قمتي تعيتور قمتي لم قريبا منهم بزح مثلا كجهاسي أو مش حدا معك تروح تشوف في الكاس بزح جيجات هذه خاتبي أقل عديتات زي تريو بداية جيت ودل على المسنا كنا عارفينه أنا مش أنا عرفت إني مسح وزمان أنا من عارفينه قل لهم يا ودعني تقول ده ما مزود داعي مثلا كم تقايدة نايت أخبار حكي كنت عملت راح جينا ولا حد مسترعي كي بس أخذ زي جديد وسده بحجم كنت عمل ثلاث عملت غدا معي تقولن سربرايزمي قناته فتحوا صراحة حصل زي الفتحين حكي لهم أيكون أنت قريبا من الله خمسة مرة إنسان قلنا ما قصت إلا نقول كسارة يكون عندي ذا أيوه قلنا السوق بعمل تبي أخبار حكي زي خزارة بس أنا في راسي بحال هذا فلوس بزحات ما فيها زي تخ سو أبعي سيس أبغى أوين زارة بس نقدر أسير لا زبانة لازم أنا أتزيز السبزي أمون عبشين زلوا وسوق الجاga أي كلين يلوم كم حد جينا ناتهم زرقس لا زبانة بقوم مغنياتهم دليتهم لازم أنا أبزي مثلا أسأل حلورين زوت راح تليفون وبسمع ترجمتي نايتي نعملها تسمع مريم ترجمة تليفونون دا تسمع انت يزرب الله وش او نايتي استخدم معركه مزز جهاز انت اجي صنيح زمص بصعبو يتمسكرنا مع غازيطنيات بز غداي زي تغلص زلنا كمان تليفونات ما يسمع كان زلو بصعبو بينا مسكرنا كوهابي كيف بحالي بقى ما صنيحنا كبيره مالتي تاك انا قال لنا مسحت بين بيتنا اوكي Ja, får jag bara ta en fråga innan vi går med mikrofon. Kan du bara kort förklara vad det var du kommenterade eller vad det är ni gör här? Två intervjuade mig vad vi håller på idag, så jag förklarade. Sen är det här är som är skrivet på väggen där, för det står ju alla är lika under everybody is one and by law. Den där grejen där borta. Ser du? Det som är skrivet. Så hon frågade mig vad jag tyckte och så sa jag att det ser inte ut som det är sant. Det står att alla är lika, men i det här fallet man ser ju att alla inte är lika. Hur känns det nu efteråt? Ja, det känns konstigt. Alltså, i det här fallet man ser ju
Jag tänkte bara, hur länge kommer den här stackars killen vara? För att så som de jobbar känns det som att det kommer att vara kanske ett par år till. Det vet jag på innan. Så jag önskar, det kändes ju som de var inte intresserade att träffa mitt arbete eller något, så jag hade önskat att de hade frågat, men det var mer, det kändes som åklagaren var där bara för att visa att man ska inte ha någon sorts förtroende hos mig. Det är så det kändes, alltså allt frågorna och sådana saker. Jag visade den här dokumentet att jag får inte, jag har ju skrivit under om tystnadsplikt. Så det där kändes lite konstigt när man säger att jag har tystnadsplikt, att man måste visa att man har det. Det tyckte jag var konstigt. Nu så här efter den här dagen, vad tror du om deras chanser? Vad de tror vet jag inte, men jag är ju hoppfull i slutändan, så kommer han ju bli befriad. För att åklagaren har inte visat ett enda vittne eller ett enda flykting som hävdar att ja, det var den här smugglaren som hade smugglat in i landet. Det finns ingen, så länge man inte har det. Hur mycket man har lyssnat av deras telefoner hjälper inte, för att du har bara ljud. Men vi har vittne, personer som var med och träffade den här personen som blev smugglad av den här personen. Och det har de inte.